السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح حكم مباراة الزمالك مع فاركو ويثور غضبا بسبب هذه اللقطة، ويحذر الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز الزمالك على فاركو في المباراة اللي شهدت جدل تحكيمي، فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن الحكام المصريين سيجاملون الزمالك في مباراة فاركو، وخاصة بعد الجدل التحكيمي اللي شهدته مباراة الزمالك مع المصري، والبيان اللي أصدره الزمالك إنه لازم هيتسحب من القمة أمام الأهلي. فهذه المباراة شهدت فجرا تحكيميا سواء من حكم المباراة أو حكام الفار. الحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة 100% لصالح فاركو. فهنا نشاهد في هذه اللقطة أن الكرة اصطدمت في يد مدافع الزمالك، ويد مدافع الزمالك خارج نطاق جسمه، فكان على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء دون الرجوع للفار. وأندهش أن الفار لم يتدخل في هذه اللعبة، ويستدعى الحكم لكي يشاهدها في الفار. فهذا قرار تحكيمي خاطئ من جانب الحكم وحكام الفار. أما اللقطة الثانية فهي فضيحة علنية مكتملة الأركان، وهنا نشاهد في هذه اللقطة احتكاك لاعب الزمالك مع حارس مرمى فاركو، وبالرغم ان هذا الحكم احتسب الهدف للزمالك، فاين الفار؟ واين الحكم المساعد؟ واين الحكم الرابع؟ واين الحكم الثاني؟ فكلهم شاهدون ما شافوه، ما شافوش اي حاجة. فاين ضمائر هؤلاء الحكام؟ فهذا الهدف غير صحيح. فاركو مفروض ليها ضربة جزاء، وهدف الزمالك غير صحيح ايضا. فاركو تعرضت للظلم في هذه المباراة، الزمالك أيضا فاز بالظلم التحكيمي. وأنا بنصح النادي الأهلي قبل مباراته مع الزمالك يوم الثلاث القادم إنه يستقدم حكام يكونوا أجانب لهذه المباراة، لأن المباراة لو اتلعبت بحكام مصريين أكيد هيكون في مؤامرة على الأهلي مثل ما حدث لفاركو النهاردة، وخصوصا ان الزمالك كان بيهدد بالانسحاب وبيعملوا حاجات تخلي الحكام تخاف منهم او ان هم يجوا عليهم، فممكن الاهلي يخسر او يتعادل بسبب ما يحدث في الظلم التحكيمي. فانا بنصحهم وبقول لهم يا ريت يبقى في حكام اجانب، وعشان القمة دي هي اللي هتخليكم تعدوا بيراميدز في الدوري وترتيب الدوري اللي المفروض بيراميدز دلوقتي متصدراه. حتى لو كسبتوا مؤجلاتكم كلها وخسرتوا مباراة الزمالك اكيد برضو مش هتاخدوا الدوري، فلا بد من المكسب في كل المباريات القادمة. ده كان كلام طبعا الاعلامي وليد جمال الشريف، اللي بحس ان هو دائما متحيز ولكن ما بيكونش فير ما بين الاهلي والزمالك. وفي النهاية رأيكم مهم. السلام عليكم.